دي شنطة فرو من اوائل الالفينات، كانت بتاعت مامتي. وانا سرقتها، ماما ما بقتش تلبسها يعني. لو ماما بتتفرج على الفيديو ده وعايزاها قولي لي يعني، عشان مش هديها لك. لا هديها لك هديها لك. ومن العلم ما طول عمري بعافر قوي في يوتيوب ان انا اعمل ستايلينج فيديوز، لاني كنت بصور في الاوضه بتاعتي زي ما انتوا عارفين. حبل الافكار، لا مش هعرف اتكلم قدامك. يعني كنت بعافر قوي ان انا اعرف اصور اوتفيت فيديوز عشان ابعد الكاميرا او يعني الموبايل ورا واخد كادر كويس. المهم يعني عشان الفيديوهات اللي فاتت كلها كانت رغي وكلام ومش عارف ايه، متحمسه قوي اعمل لكم ستايلينج فيديو النهارده لحاجات عشوائيه. انا يعني ان شاء الله بفكر ان انا اعمل فيديو ليه علاقه بالترندز، عشان برضو ترندز ار فن يعني. عامه الموضه حاجه مسليه قوي ان الواحد يعرف ايه اللي على الموضه وكده، بس انا هعملها بقى بطريقتي. يعني مثلا ايه، هوريكم حاجات ترندي اقدر اعمل لها ريكريشن من دولابي عادي من غير ما اشتري اي حاجه. فدي هتبقى حاجه يعني حاجه مستدامه ولايقه على المحتوى بتاعي. النهارده مش هعمل كده، النهارده هعمل لكم حاجه انا بعملها من بجد من زمان، من وانا صغيره، من وانا في ثانويه عامه مثلا. كنت لما ببقى زهقانه يعني بالليل مثلا عندي ساعه كده ولا حاجه وكله نايم وزهقانه، اقعد افتح الدولاب بتاعي والبس حاجات راندم. وساعات كنت بصور نفسي عشان افتكر الاوتفيت ده والبسه بقى يوم تاني او كده. فدي الطريقه اللي انا كنت دايما ببقى كريتيف فيها لو ما عنديش وقت يعني. مش اللي هو مش كل مره بيبقى عندي وقت ان انا اجهز فيه، لا في اوقات ببقى اللي هو ايه، يلا بسرعه هاخد اي حاجه وانزل واجهز. ودي طريقه حلوه وعفويه ان الواحد يجهز، بس في نفس الوقت التفكير برضو بيكون اوتفيتس يعني مختلفه. المهم يعني تعالوا نلعب بالهدوم بتاعتي. اي حاجه عايزه استايلها همسكها كده والبسها قدامكم ونجرب مع بعض واشوف الهدوم عامله ايه. فده كان اول اوتفيت انا لبسته. البنطلون ده يا جماعه بنطلوني المفضل بجد، جبته من الوكاله من بتاع 3-4 سنين. الماركه بتاعته ريفر ايلاند، هي ماركه موضه سريعه عاديه جدا. بنطلون الخامه بتاعته مش عارفه اقول لكم ايه، شبه البنطلونات اللي هي التشينو دي. هحط لكم يعني في السكرين. هو كبير قوي، هو مقاس مثلا 16، انا مقاسي 12، هو مقاس 16. بس الشخص اللي هو قبلي يعني كان مضيقه، وكمان هو واسع عليا بعد ما ضيقه، فدايما بلبسه بحزام. لبسته وبجد بيليق عليه كل حاجه يعني. لو عرفت احط سكرين شوتس لان انا ما كنتش لابسه حجاب، بس هحاول اقطع. قعدت اجربه حاجات كتير قوي بالليل كده في صحوه من صحوات الستايلينج. لبست عليه الجاكيت ده. الجاكيت ده برده جبته من الوكاله، الماركه بتاعته جوتيه جونيور، ديزاينر اسمه جون بول جوتيه مشهور قوي. لو فاكرين الكون برا بتاع مادونا في التسعينات او الثمانينات، هو ده اللي عامل الشهر قوي بحاجات كتير طبعا منهم كده. هو ديزاينر مشهور زي ما قلت لكم، ومشهور قوي بالشولدر بادز والوسط الرفيع. طبعا الجاكيت ده مش مريح قوي يعني، بس هو تحفه يعني. عاجبني قوي ان الاوتفيت ده واسع وفي كده، وكمان ده عشان انا الكتف بتاعي كنز وعريضه من هنا، فحاسه ان ده عامل بروبورشن حلو يعني. ولبست بقى الحزام ده، الباكل دي. فاكرين الفيديو اللي انا فيه متابعه لطيفه بعتت لي صندوق كبير قوي قوي في حاجات راندم هي مش عايزاها، كان منه الباكل ده عملته حزام. ده تقريبا وش نيتيف امريكان او حاجه، ولونه فضي شكله جميل قوي. بس البوتس بتاعتي الجديده مش عارفه بطل لبسها بجد. وفي ابلكيشن اسمه فريك بعتها لي، الماركه بتاعتها كيرت جايجر لو انا بنطقها صح. الماركه دي بسمع عنها من زمان وغاليه يعني، ما كنتش افكر ان انا اشتريها عامه، بس هما بعتوها لي هديه. وبصراحه لما جربتها حسيت اللي هو انا ممكن استثمر فلوسي في حاجه زي كده. انا بعت بوتس قبل كده عندي كتير طويله من كتر ما كانتش مريحه خالص من ناحيه السمانه. وفي حاجه ليها علاقه بجد بالجلد الطبيعي المصري، عندي جزم جلد طبيعي مصري بس مش بوتس. البوتس مش عارفه ليه بتوجع رجلي جدا، انا اعتقد رجلي عريضه ال وش رجلي، فمش اي حاجه بتظبط يعني. المهم دي بيرفكت، وكمان مقاسها 41، انا مقاسي 40 بس مريحه جدا. ممكن البس شرابين او حاجه. ولبست الشرب ده هوريكم بقى هلبس شنطه ايه عليها.
دي شنطه فرو من اوائل الالفينات، كانت بتاعت مامتي وانا سرقتها. ماما ما بقتش تلبسها يعني. لو ماما بتتفرج على الفيديو ده وعايزاها قولي لي يعني، عشان مش هديها لك. لا هديها لك. المهم شنط الفرو السنه دي موضه جدا، وسبحان الله دي عندي وبقالي سنتين، حوالي سنتين بلبسها، او من السنه اللي فاتت يعني. مش قصدي ان انا يعني تنبأت بالموضه خالص، بس يعني هي عجباني قوي، حاساها كيوت وتغيير عامه. بحب قوي ان يبقى فيه تكستشرز او يعني ملامس مختلفه في الاوتفيت. يعني مثلا لو الجلد اسود، دي شنطه فرو اسود، والحته دي سودا، وهكذا. وده والسيلفر، وانا لابسه صحيح سيلفر عشان كنت بصور فيديو تاني يعني. سيلفر راندم عادي عشوائي من عندي، بس عجبني قوي. بصوا بقى، تعالوا الفيديو ده نعمل ايه. اغير الجاكيت البسه على نفس البنطلون، اغير البنطلون البسه على نفس الجاكيت، يعني خلينا كده الدنيا تاخدنا، فاهمين؟ كنت بصور زي ما قلت لكم، قدامي الجاكيت ده لونه بني غامق، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا. اشتريته مستعمل، بحبه جدا، بيدفي يا جماعه بطريقه غير طبيعيه. ثانيه واحده هلبسه واوريكم. بس مشكله يعني توب ابيض تحت ده عشان ليه على كل حاجه يعني. هشوف كده هغيره ولا لا. شكله كيوت قوي. ممكن اغير ايه؟ بني، اخضر، واسود، تحفه. يعني بحاول ادخل البني والاسود عادي، ما يكونش كل حاجه لايقه يعني. بس اعتقد ممكن اغير الاشارب مثلا. هل احط المايك اثبته عشان الصوت يبقى حلو؟ عشان المره اللي فاتت الناس اشتكت. ثانيه واحده. بصوا يا جماعه، لذيذ قوي عامه. معلش بقى انا مش كاوي الاشارب، عشان لو هننجز في الفيديو ده هنعمل ستايلينج، مش لازم بقى اكوي، سوري يعني. سوري بجد. بصوا انا جبت باليرينا جديده اللي هي دي، جبتها من مكان اسمه سكاربا، بيبيع عامة ماركات أجنبية يعني، وحاجات كواليتي بتاعتها حلوة يعني. دي تاني جزمة ليا من سكاربا. بصراحة لغاية دلوقتي لبستها مرة واحدة، بس أنا عايزة ألبسها أكتر، لأني ما عنديش جزم قوي فيمينين لخروج. يعني لو انا خارجه مثلا رايحه زياره عائليه او كده، كل الجزم اللي عندي كده ماسكيولين وبوتس، فكان نفسي في باليرينا. بس قولوا لي برضو، هل هي على الشراب شكلها بشع؟ استنوا هجرب اقلع الشراب. البرد ده النظام، بس سوبر كيوت. انا ما لبستش باليرينا من بجد من 2000 وكام، من 2014 مثلا. المهم انا قفلت الجاكيت كده. انا بتاثر قوي بالناس عامه اللي انا بتابعهم، يعني مثلا ليني اوزارك، مش عارفه عارفينها ولا لا. اولا قالت حاجه كده انا خدت بالي منها دلوقتي، ان هي مش بتحب تماتش السيلفر بتاع الجزمه. يعني لو جزمه مثلا سودا وسودا بتماتش عادي، لكن لو سيلفر وسيلفر بتحس انه اتس تو ماتش. ساعات بحس كده الصراحه. انا عندي شنطه سيلفر، بس كان نفسي احط مثلا شنطه حمراء تعمل بوب اوف كولر، بس الشنط الحمراء كلها الهاردوير اللي فيها نحاسي. بقى يفرق معايا الموضوع ده قوي بجد، بقيت اركز قوي في الماتشنج ده. لذيذ قوي. دايما بحب الكومبو بتاع الجراي والبني، بعشقه. بصوا الناس بتعصب قوي من الحركه اللي انا بعملها دي، هوريكم. يعني بصوا بصراحه انا كمحجبه، بدل ما البس سكارف، بحب احط ده على كتفي. ده بيدفي يعني، بيزود لير تدفئه، وفي نفس الوقت السكارف بحسه اللي هو طب الشرب هيروح فين، بحس في حاجه ويرد شويه. بصوا ده اخضر برضو صوف، لير تدفئه زياده. بس بيني وبينكم انا مش محتاجه لير تدفئه زياده، بس ساعات لما بحس الاوتفيت ممل بالنسبه لي، يعني ممل بالنسبه لي، ده مش ممل، بس قصدي لما بحس الاوتفيت ممل بحس ان انا هزود له كده ايه. بصوا صحيح زودت الشنطه في الاخر، يعني الشنطه دي بتاعت سامي امين، فيها سيلفر، والحزام ده كده كده مش باين قوي يعني، بس برضو اسود في سيلفر. بس تاني اوتفيت في بقى بنطلون عايزه البسه كل يوم تقريبا. ثواني هنف، ثانيه واحده هنف بجد. يعني في ناس بتقولي في الكومنتس انتي ما بتلبسيش حاجه ترندي خالص. هو البنطلون ده تقريبا اكتر حاجه ترندي عندي يعني، فانا هوريه لكم. ثانيه واحده. اوكي كيوت اوتفيت. ده اكتر بنطلون قلت لكم يعني ان عندي ترندي، بيديني بهجه بجد. بحب قوي اي حاجه بتلمع. فهو هيليق على حاجات كتير قوي من فوق يعني. بس حاسه انا لبسته على الجاكيت ده قبل كده، شكلهم لذيذ، وعلى الباليرينا برضو حلو. هي الباليرينا بتتقفل فانا مش قافلاها عشان بجرب معاكم يعني. بصوا انا برضو هموت وادخل حاجه احمر. ثانيه واحده. بصوا الشنطه دي، هو المعدن الاصفر ده بقالي برضو كذا سنه اللي هو ببقى عايزه ادخل حاجات احمر في اللبس. هل فرق السيلفر والاحمر بيكلاشوا مع بعض؟ حاسه تمام ولا ايه؟ هبص ثانيه واحده. على فكره لذيذ. طيب تعالوا نغير من فوق على نفس البنطلون.
نسيت اقول لكم البنطلون ده من ماركه كده بس مش هقول عليها عشان مش عجباني لاسباب اخلاقيه. هتلاقوه في حتت كتير لو انتوا لسه انترستد في الترند اللي هي البنطلونات اللي بتلمع دي. انا لما اشتريته الصراحه فكرت اللي هو ان شاء الله يعني يبقى عاجبني على مر السنين. معرفش ده هيحصل ولا لا، بس الصراحه انا لغايه دلوقتي بحبه ولبسته كتير الحمد لله. وصحيح مامتي اختي جابوهولي في عيد ميلادي اللي فات. انا البونش ده جبته من الوكاله من بجد من كتير جدا، من ايه من اوائل يعني من اوائل المرات اللي نزلت فيها الوكاله. يا لهوي، هل جبته وانا في الجامعه؟ مش فاكره. انا عماله احلام غريبه قوي بما اني خبطت في دي، ان في حاجات بتتكسر في البيت وفي حاجه استغفر الله العظيم. يعني بحلم احلام بجد غريبه، البوتاجاز مثلا توسخ، بحلم احلام انكزايتي ست البيت. بجد سنه من السنين من كتر مش بلبسه قعدت اقول طب ما اتخلى عنه. الحمد لله انه ما حصلش، لان السنه دي جبت كمان بونشو تاني. السنه دي سنه البونشو، انا بعشقه، هو ستايلي بجد. بس مش متاكده ان هو نافع مع البنطلون ده، حاسه في حاجه غلط. بس انا يعني هروح اغير مثلا الاشارب والجزمه وهرجع لكم برضو. انتوا اكيد دلوقتي فهمتوا ايه اللي بيدور في راسي وانا بعمل ستايلينج. بفضل اجرب كتير قوي يعني، وعلى فكره ساعات ما بيبقاش عندي وقت مثلا فبنزل بالاوتفيت اللي مش عاجبني او بالطقم اللي مش عاجبني. لذيذ عامه الكومبو ده. لما لبست كاوبوي بوتس، بصوا الكاوبوي بوتس دول يا جماعه جبتهم الشتا ده من صفحه كده اسمها ثريفت اند شيك حاجه كده. الكاوبوي بوتس احلامي بجد الحمد لله. كاوبوي بوتس والبوتس السوداء من ساعه ما جم وانا بلبسهم على طول ومريحين وبيدفوا وبعملهم ستايلينج. بس انا عايزه اقول لكم برضو ان انا مش بخرج يعني، هبقول لكم ليه بعدين يعني. بس عشان كده بجد وحشني قوي الستايلينج. عمري ما كنت افكر في الكومبو ده، بس مش يعني لذيذ، مش عارفه هروح بيه فين. بس هو عامه صباحي، قلت البس باسكت باج. الكول جيرلز بقوا يلبسوا الباسكت باج دي في الشتاء على سويترز وكده، فقلت اجرب يعني. بس ايه رايكم؟ انا حاسه دي احلى. الشنطه دي من سامي امين. انا قلت لكم بنطلون مش عايزه اقول منين. الشنطه من سامي امين. الشنطه دي من جوزي من زمان قوي، شغل كينيا. البوتس من ثريفت اند شيك، والبونشو من الوكاله. الشارب لبست ان هو فيه ديجرادي ازرق كده عشان يرد على البنطلون. عامة اوتفيت لذيذ، مش عارفة لو كنت هلبسه بس هو لذيذ يعني. بصوا بقى، وانا بقلب كده فكرت ان انا البس دنم وندنم. بقالي فترة كبيرة نفسي اعمل الكومبو ده بس ما بعملوش، مش عارفة ليه. مش عارفة. بقول عارفين لما تنجذبوا لحاجات مش ستايلكوا قوي، فانا لما باجي اعمل البنطلون ده ستايلينج لازم يبقى حاجة معينة قوي عشان احبه والبسه ويبقى شبهي. كل ما بشيكه اكتر كل ما بحس اللي هو مش انا قوي. بس عامه الكومبو عجبني. بس حاسه الشنطه دي لذيذه قوي. بصوا دي كنت جايباها من الفلي ماركت، هي شنطه جوتشي قديمه فينتج، لذيذه مع الاوتفيت ده. لسه لابسه نفس البوتس عامه عشان البنطلون ده طويل على غير العاده. انا 170 سنتي فالحمد لله يعني. الجين زي ايديهم فرطه في الديزاين يعني بيديزاينوا حاجات واسعه يعني، طويله قوي وواسعه طبعا. عجبني عامه الكومبو ده. ممكن عامه اغير برضو الاشارب يبقى بني، بس كده يبقى بني بني بني. خلينا في الازرق. اقيس ايه بقى نيكست؟ خلينا في الدينم جاكيت ده. عايزه اعمل لكم طقم فيه جيبه. اوكي ده برضو من الجاكيتس اللي انا كنت بفكر اتخلى عنه من كتر ما انا مش بلبسه. جماعه قيسوا حاجاتكم قبل ما تتخلوا عنها بجد. تحفه. هو انا مشكلتي كانت معاه انه مش بيدفي في الشتاء وبيحرر في الصيف، فليه بس سيزن معين ان هو يتلبس فيه. بس بجد انا ممكن البسه كده في الشتاء وتحتيه مثلا حاجه كشمير او صوف خفيفه وهتدفيني جدا وزي الفل. انا بقى الشتاء ده عايزه اقول لكم لو انتم متابعيني على الانستجرام يعني انا انتو قوي السكيرتس والفساتين في الشتاء. هتقولي بتلبسيها ازاي؟ بجد عادي جدا يعني، بلبس تحتها كولون بيدفي، اي حاجه خفيفه بس صوف او كده. اهم حاجه يا جماعه الخامه. المهم الاوتفيت ده سوبر كيوت. السكيرت دي صحيح الجيبه دي حرير طبيعي، كانت بتاعت اعتقد عمه او خالة صاحبتي خدتها شويه ما كانتش عارفه تلبسها ازاي فاديتها لي. بحبها قوي، بحاول البسها اكتر بس اتس فيري كيوت. فيها اللي هو البرنت بتاعت اسمه بيزلي برنت برضو، تأثرا بلاني اوزارك اللي هي بتقفل الجواكت، بتقفلها كده. دي كانت مبعوتها لي من صفحه بتبيع حاجات قديمه فينتج، وكانت متقشره وانا رسمت عليها فرعين كده، مش عارفه باينين ولا لا. دايما برضو بتسأل عنها، راندم قوي يا جماعه بجد. ده الكومبو الحلو بتاع السيلفر، اللي هو تاتش اوف سيلفر في الاوتفيت يعني.
نفس البوتس البني. وساعات بقى بحب اعمل الحركه دي، اللي هو لو انا لابسه حزام هوريكوا، هقصر الجيبه بالحزام عشان الجيبه تبقى ميدي مش ماكسي. بصوا كيوت قوي، تحفه. مش عارفه ليه عايزه اجرب الجاكيت على الجيبه، الجاكيت البني اللي لبسته في الاول. ثواني، كيوت. انا الفاينل لوك لاي اوتفيت من الاوتفيتس دي بيبقى شارب مكوي، اكسسوارز مظبوطه، وبظبط قوي يعني، بغير الاشارب وكده. احنا بس بنلعب دريس اب، ف الاوتفيتس انتوا بتشوفوها على انستجرام على الستوريز مثلا، دي الفاينل لوك اللي انا ببقى مركزه فيها قبل ما بنزل بقى ايه كل حاجه. بس احنا كده بنلعب يعني اكني عندي في الاوضه. سو كيوت، وهو مقفول برضو، شكله حلو قوي. بس الزرار ده محتاج اعتقد يتثبت، خايفه لحسن يتقطع. انا بقى بجد في برضو حاجه ترندي اتبعتت لي من براند كده اسمها ماي مايز سوت نبيتي، انا اللي اخترتها من الويب سايت يعني. فدي برضو من الحاجات الترندي، السيتس. في الاول كنت بحس انها ممله واستسهال، وبعدين بقيت احس اللي هو يا لهوي مفيش اريح من كده، مفيش احلى من كده. انا رايحه دهب ان شاء الله، فكنت افكر اخد السوت دي معايا عشان هي سهله. عشان كمان دايما في السفر بحاول افكر في الحاجات البراكتيكال اللي هي العمليه، لان مثلا احنا في السفر هنقعد اسبوع ومصطفى هيبقى شغال، فانا وهو بيشتغل هبقى بعمل ايه؟ ممكن اروح اتمشى، ممكن اروح اقعد في حته، ممكن ارسم، اجرنال، اكتب. برضو بفكر ان انا اشتغل على البحر واصور وكده. فعايزه حاجات تبقى براكتيكال وشكلها كيوت، مش اللي هو بس اوتفيتس انستجرامبل وهلبسها وخلاص في دهب. فبس هاخد السوت معايا. المهم يعني بفكر البس عليها كده بونشو. المهم هوريها لكم يعني، ثانيه واحده. هو العصر بيأذن دلوقتي، هشرب ميه واجي لكم ثانيه واحده. بصوا أنا كنت هقيسلكوا الست، بس كنت ببص على الجاكيت ده. قررت اوريهولكوا على السكيرت برضو، لان برضو البيربل او البتنجاني ده لايق عليه قوي البيج، ولايق عليه البني، ولايق عليه الدنم. بوريكوا افكاري يعني. بس المهم السكيرت دي، سوري بنف تاني. كنت بقول ايه؟ بصوا بقى الجاكيت ده. في الاول ما كانش عاجبني، اللي هو ايه بعت لي من براند محليه اسمها مي. انا لو في اي حاجه من الحاجات دي لسه موجوده هتاجت يعني، هتاج البراند والابلكيشن واي حاجه اشتريت منها تحت، لو هي مش وكاله يعني او كده، او عايزين تروحوا تبصوا على المكان. الفيديو ده مش سبونسرد باي ذا واي يعني. المهم الجاكيت ده اول ما جالي قلت بس بجد هو بيدفي جدا، وتحسوه ممكن يتلبس زي توب، وممكن يتلبس زي جاكيت وتحتيه حاجه خفيفه. الكات بتاعته حلوه قوي، شكله مش بيدفي بس هو بيدفي جدا. المهم هو عشان فيه زراير سودا. اي هلعب بقى بالاسود اللي فيه، وهلبس البوتس السودا بتاعتي. الحزام بيك كده حته منه هنا. على فكره ممكن البس برضو الشنطه السيلفر، بس ساعتها بقى عايزه اغير الاشاره، بخليه مثلا بيج. ثواني، سيلفر شكلها كيوت، بس حاسه فيه احلى يعني. الفارو دي مش عارفه ليه عاجبني السودا الفارو. طيب هغير الاشاره بانه يبقى البيج ده عشان اشوف في فرق ولا لا. مش مكوي بس عاجبني قوي. وحاسه الاوتفيت ده انتوا هتقولوا كده كفايه، بصراحه حاسه كنت يعني ايدي بتاكلني ان انا احط حاجه على كتفي، يعني حاجه بيج. معرفش، ليرنج، انا بحب الليرنج، لذيذ قوي. خلوني بقى اوريكم الست دي. الست اللي قلت لكم عليها اللي بعتت لي من لوكال براند، الصراحه انا لسه غسلاها فهي محتاجه تتكوي. بصوا مريحه قوي، بس ازاي اخليها انا فاهمين. لبست الكلوجز دي. الكلوجز دي برضو من الحاجات الترندي اللي انا كنت بعافر، واللي هو لا مش هشتريها كل الناس لابساها، بس انا بحب البيركنستوك في الصيف، وقلت دي الفيرجن الشتوي. جبتها من زي، هي لذيذه قوي عامه، عجباني. ده الريفيو بتاعي عنهم عامه. من الناس القليله اللي بيبيعوا كلوجز جلد طبيعي، عشان كده اشتريتها من زي يعني. عشان لو انتوا متابعيني هتبقوا عارفين ان يعني عندي مشاكل مع زي عامه. عندي مشاكل مع براندز كتير يعني. كان في ناس بتقول ان زي كواليتي ما بقتش حلوه وكده، عشان كده ما بقتش ارشحه. المهم يعني الاضاءه هتروح، فاضل لي يعني ساعه كده، ومفروض او اقل من ساعه المفروض اصلي واروح اعمل الغدا، عشان هروح اتمرن بالليل. حوارات كده، ربنا يحميني، مخي ال ADHD. المهم ازاي بقى اخليها انا، وفي نفس الوقت انا هلبسها في دهب. فانا هاخد معايا في دهب طبعا الكلوكس دي اللي هو شبشب بجد، وهمشي بيه في كل حته. ممكن اخد فلورال بوتس كده برضو، احتمال يعني، هفكر. بس هاخد دول معايا فهلبسهم، وهلبس البونشو ده. البونشو ده السات دي مبعوتالي من مكان اسمه ماي مايز، براند اسمها ماي مايز، وهي 100% قطن ولذيذه قوي، في منها الوان.
هلبس بقى البونشو ده ثانيه واحده. اعتقد انه كده بقت شبهي اكتر، مش عارف انتوا ايه رايكم، ولا امهاتي ولا ايه؟ نو اوفنس للامهات، مش قصدي حاجه يعني. الشياكه الكول جيرلز بيلبسوها في الشتاء، فحاسه لذيذه قوي على دول، شكلها effortless كده. انتوا ايه رايكم؟ بس عامه هوريكم برضو، انا لبست الست دي كذا مره اوريدي، هوريكم طريقه اشيك للبس الست، مش طريقه دهب بقى. هنقفل الفيديو على كده، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي برضو تحت لو عايزين النوع ده من الفيديوهات تاني. يعني انا بصراحه عايزه، يعني بقالي كتير قوي حاسه ان انا عايزه اعمل ستايلينج فور ذا سيك اوف ستايلينج، اللي هو اعمل ستايلينج وخلاص واتبسط واطلع كل الامكانيات الستايلينج اللي عندي واكسبيرمنت اكتر. حاسه انا بطلت اجرب في الستايلينج بقالي فتره، يعني مش عارفه، عشان كمان مش بنزل. كنت دايما عشان بنزل بجرب اوتفيتس مختلفه، دلوقتي حاسه انا عايزه اغير وعايزه اجرب وكده. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اللي انتوا عايزين تشوفوه تاني، واكتبوا لي لو انتوا عجبكم الستايلينج ده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.